اوعي بقى تكوني لسه بتدخلي الغريبه بالساعه في التلاجة علشان تمسك معاكي، وبعد كده ترجعي تشكليها واحده واحده وتضيعي بقى وقت فيها. لا، احنا النهارده بقى هنشكلها في دقيقه واحده بس وبدون اي قمع خالص ولا هنستخدم اي حاجه. تعالوا بقى نشوف عملناها ازاي. في الاول خالص كده معانا كوبايه من السكر البودره، ويفضل السكر البودره نكون نخلينه وعاملينه في البيت احسن من اللي احنا بنشتريه من بره، لان اللي احنا بنشتريه من بره بيكون فيه نشا، والنشا بيخلي بعد كده الغريبه تنشف معانا. فضروري جدا لنجاح الوصفة إن السكر البودرة نكون عاملينه في البيت. كوباية السكر البودرة بيبقى قصادها كوبايتين من السمنة، بس أهم حاجة السمنة لازم نكون مخرجينها من التلاجة، ولازم تكون باردة معانا جدا. على قد ما تقدري السمنة تكون باردة جدا، يعني مش لازم نخرجها من الفريزر، هو أهم حاجة نخرجها من التلاجة وتكون باردة، ما ينفعش تكون معانا بدرجة حرارة الغرفة. وهأكد تاني إن السمنة لو مش باردة معانا جدا بتخلي الغريبة تفرش معانا لما بنيجي ندخلها الفرن، وكمان بتشقق معانا. بعد كده هنضيف 4 كوبايات من الدقيق، وطبعا الكوبايه اللي انا مستخدماها في كل المقادير واحده، ما ينفعش ان احنا نستخدم كوبايه تكون بحجم تاني. وهضيف معلقه كبيره من الحليب البودره، وده طبعا اختياري، تقدري انك تستغني عن الحليب البودره ده خالص، ورشه صغيره جدا من الملح، وكمان كيس من الفانيليا. طبعا انا هنا هشتغل في العجين، فخلطت كل المكونات مع بعضها، وهستخدم السلاح اللي انتوا شايفينه ده. اما بقى لو هتستخدمي المضرب مضرب الكهرباء يعني، فهتجيبي في الاول السمنه وتبداي ان انت تخلطيها كويس جدا لحد ما يكون لونها فاتح معاكي وتكون كريمي، وبعد كده هتضيفي السكر وتقلبيهم كويس مع بعض، واخر حاجه بتضيفيها هي الدقيق. انما هنا بقى علشان بشتغل في العجين، فضفت كل المكونات مع بعض. ولو لاحظتوا ان انا كل شويه بشغل العجان واوقفه وابدا احرك بقيه المكونات. طبعا في الاول المكونات كده لما بنيجي نخلطها بتبقى عامله شبه رمله البحر. لما بنيجي بعد كده نستمر في التقليب بنلاقي ان الخليط بقى يعني مفرول معانا شويه، يعني بناخد قطعه ونمسكها وتبقى كتله في ايدينا او قطعه سليمه في ايدينا، بس بتكون لسه مفروله معانا. فبنرجع تاني ان احنا نقلبهم كويس، ونرجع ان احنا نخلطهم مره تالته في العجان. طبعا بنستمر في التقليب لحد ما بنحصل على القوام المناسب، وطبعا ما بتاخدش اي وقت، يعني في حوالي من 10 دقايق ل 15 دقيقة بيكون كل المكونات امتزجت معانا. طبعا لو لاحظتوا هنا هنلاقي ان الخليط بقى كله عامل زي قطعة العجينة الواحدة، وبقى متماسك معانا، بس لسه مش طري. فهرجع تاني اشغل عليه العجان مرة تانية، ولحد بقى ما نحس كده ان خلاص العجين بقى طري جدا معانا. عايزة كمان اوريكم القوام المظبوط. هو ده القوام المظبوط، بصوا العجينة بقت طرية معانا جدا، بس هنا لما شفت العجينة حسيتها بتلزق معايا شوية. العجينة لو بتلزق معاكي قوي وجيتي دخلتيها الفرن على المنظر اللي انت شايفاه ده، العجينة او الغريبة بتفرش معانا في الفرن. الحل هنا ان احنا بنضيف عليها، لو حسيتي ان هي بتلزق هنضيف عليها معلقتين كبار من الدقيق، بس بنضيفهم بالتدريج، يعني هنضيف معلقة من الدقيق، ولو حسينا ان هي محتاجة كمان هنضيف كمان معلقة، يعني كل الكمية اللي احنا ضفناها من الدقيق معلقتين كبار من الدقيق. طبعا بتعرفي ان العجينه مظبوطه، اولا بتكون طريه جدا، تاني حاجه بتكون مش بتلزق في الايد، تالت حاجه لما بتيجي تاخدي قطعه كده وتكوريها بين ايديكي بتحسي ان هي طريه، وكمان مش بتشقق معانا خالص. دي خلاص العجينه مظبوطه جدا. طبعا في المرحله دي تقدري تاخدي العجينه وتدخليها التلاجة حوالي نص ساعه لو انت هتشكليها بايديكي قطعه قطعه. بس انا هنا عايزه اسهل على نفسي ومش بحب بصراحه اقف في المطبخ كتير، فجبت كده العجينه وهشتغل فيها على طول. بس حطيتها في كيس حلواني، وبعد كده قطعت منه كده جزء يعني بحجم وسط، بلاش يكون حجمه صغير قوي وكمان ما يبقاش كبير جدا. وهنجيب بقى الصينيه اللي احنا هنشتغل فيها، مش هندهنها باي ماده دهنيه خالص، كده كده الغريبه فيها كميه سمنه كتير. ولو لاحظتوا هنا واحنا بنشكل ان العجينه بتنزل معانا في منتهى السهوله، لان العجينه طريه معانا. بصوا هنلاقي واحنا بنشكل ان احنا بنضغط بس بتنزل من الكيس قطعه من العجين. طبعا حجمها مش كبير، حجمها صغير، وده الحجم اللي انا عايزاه، بس انت تقدري تتحكمي يعني في الحجم اللي انت عايزاه. طبعا هنا الصاج ده قررت ان انا ازينه، زينته هنا بلوز، وزينته كمان ببندق، كسرته لجزئين. وطبعا باخد قطعه المكسرات بضغط بس عليها
عليها كده ضغطة خفيفة، بحيث إن أنا مش عايزة برضه إن أنا يعني إيه أضغط جامد على الغريبة. طبعًا بقى الفرن بيكون سخن على درجة حرارة 160، رف أوسط. الصاج ده بياخد معايا وقت كده حوالي من 12 دقيقة ل15 دقيقة، وبلاش نكتر وقت أكتر من كده علشان الغريبة لازم تخرج من الفرن ويكون لونها أبيض. تعالوا كمان كده نشكل الصاج التاني. طبعًا ما دهناش فيه أي مادة دهنية خالص، وبنبدأ نشكل بالشكل اللي انتم شايفينه. طبعًا عايزة أقول لكم إن الكمية كلها ما بتاخدش معايا تشكيل حوالي كده 3 دقايق، وممكن كمان أقل من كده، لأن ما شاء الله التشكيل سهل أوي، أوي. وطبعًا عايزة أوريكم الحجم اللي إحنا مشكلينه، نفس اللي هيدخل الفرن هو نفس الحجم اللي هيخرج معانا من الفرن، لأنها مش هتفرش معانا خالص، وكمان مش هتشقق ولا هتبصم نهائي. بس أهم حاجة في الصاج ده علشان إحنا مش هنزينه، هنضغط ضغطة خفيفة جدًا بإيدينا. ده طبعًا كمان الصاج التاني جاهز معانا، وهنجهز كمان الصاج التالت، وطبعًا شكلته بالشكل اللي أنتم شايفينه. بس بقى الصاج التالت والرابع بدأت هنا إن أنا أزينهم بشوية من المكسرات. عندك فول سوداني، ابدئي إن أنتِ يعني إيه اطحنيه ناعم. عندك شوية من البندق، شوية من الفستق اللي موجود عندك، بس الفستق اللي قدامكم ده فستق كداب، عشان بس ما تحسبوش إن أنا إيه مكلفة بقى وجايبة فستق. طبعًا شكلت أو زينت الغريبة بالفستق زي ما أنتم شايفين، وعملت كمان الصاج الرابع ودخلتهم بقى كلهم الفرن. وتعالوا بقى نشوف الغريبة بعد ما خرجت معانا من الفرن. لو لاحظتوا هتلاقوا ان هي نفس الحجم اللي دخلت بيه الفرن، هي نفس الحجم اللي خرجت بيه معانا. كمان واخده لون جميل جدا، ابيض زي ما هي، وكمان مش بتبصم معانا. حطي ايديكي زي ما تحطيها مش بتبصم خالص. وعايزه اقول لكم معلومه مهمه قوي، ان انت بعد ما تخرجي الغريبه من الفرن ما ينفعش خالص ان انت تمسكيها بايديكي، لازم على الاقل تسيبيها ساعه لحد ما تبرد تماما، وبعد كده تبداي ان انت تمسكيها، وتبداي ان انت يعني ايه تبداي ان انت تفضيها في العلب او تجهزيها في العلب بتاعتك. زي ما انتم شايفين الغريبه دايبه جدا جدا معانا. وعايزه بقى اقول لكم ان لو الفكره عجبتكم يا ريت بس ما نبخلش على الفيديو بلايك، وكمان تعليق حلو منكم، وكمان قولوا لي محتاجين ايه الايام الجايه ان شاء الله ننزله في وصفات العيد. تعالوا بقى كده او هنا بدات ان انا افضي الغريبه في العلبه اللي انتم شايفينها. وعايزه اقول لكم ان العلبه البلاستيك دي سعرها رخيص جدا ومتوفره في كل المحلات، وبصراحه بتنفعني جدا. طيب هنا بقى عايزه اقول لكم على شويه ملاحظات مهمه قوي قوي لنجاح الغريبه. اول حاجه زي ما احنا قلنا ان السكر البودره لازم نكون عاملينه في البيت، مش شاريينه من بره، لان اللي احنا بنشتريه من بره زي ما قلت لكم بيكون فيه نشا، والنشا ده بيساعد ان الغريبه تنشف معانا. تاني حاجه بقى ان السمنه لازم تكون بارده جدا معانا، يعني نكون لسه مخرجينها من التلاجة علشان برضو الوصفة تبقى مظبوطة. تالت حاجة التسوية بنات لازم تكون درجة الحرارة بتاعة الفرن 160، يعني أقل من الوسط، ونسيبها كده بتاخد معانا حوالي 10 ل 12 دقيقة ل 15 دقيقة على حسب نوع الفرن بتاعك. وآخر بقى ملحوظة هقولها لكم إن لازم نغطي على الغريبة كويس جدا، يعني لازم نغطي عليها بكيس بلاستيك أو نحطها في كيس بلاستيك ونقفل عليه كويس علشان تفضل محتفظة بالقرمشة بتاعتها أطول فترة ممكنة وما تبقاش طرية معانا. وهنا بقى في آخر الوصفة أتمنى لو عجبتكم ما نبخلش على الفيديو بلايك، وقدموها بألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين إيديكم. باي باي.